السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في ناس كتير بتسألني هل انزل سناتر ولا اخد اونلاين. وده له مميزات وده له مميزات وده له عيوب وده له عيوب. وانا هحدد ازاي انا اعمل ايه وايه اللي يناسبني. آه، الموضوع ده منتشر جدا في ثالثه ثانوي بالذات لان الاونلاين بيوفر وقت كتير. وبرضه اولى وتانية بياخدوا اونلاين عادي وبينزلوا سناتر. فاحنا هنتكلم على الثانوي عموما يعني. انا هقول لك الاول تحدد ازاي انت ايه تاخد اونلاين ولا سناتر، وهقول لكم تجربتي انا مع الاتنين. الاول كده نبدا. اول حاجه احنا هنحدد على اساسها احنا هننزل ولا هنقعد في البيت، هي طبيعه المحافظه اللي انت عايش فيها او المكان. هل انا من المحافظات الكبيره زي القاهره او اسكندريه اللي انا مثلا لما عشان انزل السنتر اروح افضل ساعتين رايح وساعتين جاي، او ساعه رايح وساعه جاي وانا في ثالثه ثانوي؟ مش ممكن. انا كده بضيع وقت ومجهود، والسنه مهمه جدا يا جماعه، احنا عايزين كل دقيقه فيها. فالموضوع ده مرفوض تماما في المحافظات الكبيره، لان عشان اضيع لي 3 4 ساعات في اليوم مواصلات رايح جاي، لا، انا اقعد في البيت احسن. طب انا عايش في مدينه صغيره والسنتر جنب بيتي والاستاذ تمام وكده، لا خلاص انزل طالما المسافه مش بعيده. وبرضه هنتكلم في النقطة التانية، وهي أنا طبيعة شخصيتي ايه. هل أنا بحب حد ينظم لي وقتي ويقول لي مثلا كذا في ميعاد كذا، أو أروح الدرس الفلاني عشان ميعاده جه وأعمل له واجبه عشان أنا رايحة وما ينفعش أروح من غير الواجب؟ هل أنا شخصية محتاجة حد ينظم لها حياتها، ولا أنا ممكن أنظم لنفسي حاجتي وأقعد وأرتب ومفيش حاجة تتراكم عليا وأبقى مخلصة ومش متأخرة خالص؟ أنا أنهي حد في دول؟ طيب لو احنا من الشخصيه الاولى اللي هي انا محتاجه حد ينظم لي ومحتاجه حد يراجع لي واخد مصادر المذاكره منه ومش هدور ومش هعمل، لا، فانا كده محتاجه انزل سنتر. ليه؟ لان انت لو قعدت لوحدك هتضيع نفسك، وبالذات ثالثه ثانوي، لا ده مستقبل. فانت ما ينفعش في الحاله دي، انت عايز حد ينظم لك حاجتك، او انت مثلا جربت ولقيت ان انت في حاجات بتتراكم مثلا اليوم يضيع من غير ما تشوف مثلا المحاضرات بتاعتك اونلاين او اي حاجه، لا، فانا ستوب كده وانزل سنتر بقى عشان ايه الموضوع ده مش نافع. طيب نفترض ان انا من الشخص التاني اللي حتى لو انا ما كنتش عارفه وجربت ولقيت الموضوع ماشي ومحاضره في التانية مخلصه حاجتي ومش مراكمه حاجه عليا، خلاص تمام، يبقى انت كده في السليم، وانت كده كسبت وقتك انك وفرته وما ضيعتش بقى وقت مواصلات وغير المجهود كمان. يعني يا جماعه انتم مش متخيلين الموضوع، انك لو واحد مثلا بياخد طول عمره اونلاين، لو نزل على الارض والله هيتبهدل. يعني النزول وانك تروح مسافة بعيدة وتيجي دي لوحدها يعني فرهضة. فانا دلوقتي اتكلمت عن ازاي احدد انا هعرف انزل سناتر ولا اونلاين. وفي ناس بتقولي مثلا انا باخد اونلاين، بس يعني اهلي مش مقتنعين بالفكرة دي. اقعد معاهم وفهمهم ان الاونلاين له مميزات كبيرة مش هلاقيها في السناتر، واقول لهم ان انا عارف اظبط وقتي وعارف امشي ازاي. وعلى فكرة يا جماعة، في نقطة يمكن مش كلنا بناخد بالنا منها، بالذات لو انت مثلا في محافظة صغيرة او في مدينة او قرية. الاونلاين هيفتح لك ابواب مش هتلاقيها عند مدرسين الارض اللي بتاخد عندهم. يعني هفرض مثال، واحد عايش في قرية سين او مدينة سين او محافظة سين، المحافظة دي بعيدة عن القاهرة اللي هي مركز اتصالات الوزارة. خلينا متفقين مع بعض ان الوزارة دايما اللي حواليها بيتغذوا بالمعلومات اللي بتطلع. يعني المدرسين بتوع القاهرة بيكونوا ليهم معلومات، انا مش هقول اكفأ لان المدرسين في مصر بكفاءة واحدة، بس هما بيكونوا جاي لهم تعليمات وحاجات كده فنيات عن طريقة التدريس بالنظام الحديث. فلو انا بعيد عن القاهرة او بعيد عن المدرسين اللي بيجي لهم الارشادات، فلا احاول اني انغمس في الكوميونتي ده، احاول تدخل المحيط بتاعهم، لان في حاجات صدقني انت مش هتحس بيها الا في اخر السنه، انك كنت في وادي وهم لما بقى حاجات الجريده الجمهوريه تنزل والكلام ده هتحس باتجاه تاني مختلف تماما. لو انت مبسوط بالمدرسين اللي معاك، مثلا انت بتاخد مع مدرسين في الحته الفلانيه، خلاص خليك معاه، بس تابع المدرسين بتوع القاهره والحاجات دي اونلاين، لان صدقوني يا جماعه الحاجات اللي بتجيلهم من الوزاره يعني في حته تانية خالص عن المدرسين عاديين شغالين بيه. وانا تجربتي احكيها لكم اهو. انا كنت يعني مش في قريه، بس في مدينه، بس مش مدينه كبيره قوي وبعيد عن القاهره. فكان في دروس بنزلها سناتر زي الفيزياء وزي العربي والانجليش وبس. يعني الفيزياء والانجليش والعربي بس كنت بنزل دول، وكنت معتمده اكتر على اليوتيوب وعلى المنصات. فانا كنت ماشيه حياتي بجانب الاونلاين، كنت بنزل سناتر. طب ليه انا نزلت سناتر؟ في مواد زي الفيزياء لازم يكون حد بيحل معاك،
ودي انا انصح بشده انك لو هتتابع مثلا منصه او هتتابع اونلاين لازم يكون حد معاك يحل معاك الفيزياء، لان الفيزياء الفكره بتاعتها لازم تيجي وحد يعني بيقول لك اهو وبيحل معاك وقدامك. دي مش هتيجي من اللي هو يعني العالم الافتراضي، لا لازم يبقى فيس تو فيس قدامك، بالذات الفيزياء والمواد دي. الكيمياء انا كنت باخدها اونلاين، يعني ما كنتش منزل فيها اصلا، لكن الفيزياء الحل بتاعها. الانجليش ممكن انت تستغنى عن مثلا السنتر وتاخد اونلاين، يعني انت ممكن تسيستم نفسك. فمن خلال تجربتي انا جربت الاتنين، ولو كان رجع بيا الزمن اصلا انا ما كنتش هنزل على الارض اطلاقا، لان يعني حاجه انا كنت دفعه 2022 طبعا، الدفعه المظلومه اللي معرفش الدرجات حصل فيها ايه. بس اللي انا شايفاه ان الداتا اللي جت من المدرسين اللي كانوا لهم علاقه بالوزاره كلها كانت في الامتحانات، حرفيا كلها كانت في الامتحانات. ومعرفش بقى ان حصل تلاعب او كده، الله اعلم. بس الاغلبيه اللي انا شفتهم كانوا معتمدين على سناتر بس، يعني هما كانوا بعاد عن القاهره، فكانوا بينزلوا سناتر في الحتت القريبه عندهم. هما للاسف ما حصلوش اللي هما عايزين. فهي دي نصيحه بجد من القلب والله، من اختكم الكبيره، تابعوا المدرسين اللي ليهم علاقه بالوزاره. وانا ان شاء الله في فيديو تاني لازم هعمل الفيديو ده، لان الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، اسماء المدرسين واسماء الكتب اللي تشتغلوا منها، لان في مدرسين تابعتهم وندمت وضيعت وقت جامد، وفي كتب اشتريتها وندمت وما حطيتش فيها قلم ولسه بيضة جواها. بس نصيحة دلوقتي، لو انت بتاخد اونلاين والموضوع مترتب معاك كويس، خليك على اونلاين، بتشوف مصدر اونلاين من المدرسين. هقولك تتابع كمان مدرسات معاه هيكملوا، لان الحته دي مهمه جدا، وللاسف معرفتهاش الا في اخر السنه. ربنا يوفقكم، وان شاء الله الفيديو اللي جاي مش هتاخر عليكم فيه، يعني هحاول انزله بسرعه عشان تلحقوا نفسكم في اول السنه. ربنا يوفقكم وشدوا حيلكم، وان شاء الله محققين املكم.